السلام عليكم. تأمل معي دقة الإيجاز والتعبير في هذه الآية الكريمة التي تصف باقتضاب مراحل حياة الإنسان. تابع المقطع حتى النهاية. حياتك كلها في آية واحدة فقط. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. اللعب هو المرحلة الأولى، وهي بداية حياتك وأنت طفل صغير تريد أن تلعب طوال الوقت وتخبط برجليك على السرير قبل أن تنام. وله تكبر قليلا فيصبح اللعب غير كاف، فتزداد لديك شهوة جديدة وهي اللهو. تريد أن تستمتع بأي شيء غالبا ما يكون تافها وزينة. أصبحت مراهقا وأصبح شكلك الجمالي أهم شيء. ليس مهما أن تشتغل ساعتك، ولكن الأهم أن يبدو شكلها براقا وجميلا. يجب أن تلبس البراند لكي تكون مقبولا بين أصدقائك، وتقف أمام كل المرايا لكي تتأكد من أن أناقتك لا زالت في مكانها، وتفاخر بينكم. تكبر قليلا فتحتاج إلى أن تفتخر بإنجازاتك. انظروا، أنا الأول على الدفعة، أنا أشتغل في أحسن الشركات، أنا خريج جامعة كذا. كلها شكليات مبهرة خارجيا، ولكن حقيقتها علمها عند الله. وتكاثر في الأموال والأولاد. كبر وأصبح يقول: انظروا كم معي من الأولاد والأموال. وكان هذا الجزء الأول من الآية. أما الجزء الثاني فيضرب لنا الله سبحانه وتعالى مثلا يوضح فيه مراحل تطور الإنسان وحقيقة حياته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي أن هذه الحياة هي مثل الغيث، أي المطر النافع الذي عندما ينزل على الأرض ينبت به نبات أخضر صغير جميل يفرح به الكفار. والكفار هنا هم المزارعون الذين يكفرون البذرة، أي يغطونها، ثم يهيج أي يصبح طويلا مثمرا جاهزا للحصاد. وفجأة يحصل تطور غير متوقع في الآية، فتراه مصفرا، أي أن هذا الزرع المثمر الأخضر الجميل أصبح أصفر اللون. فترى الإنسان منغمس في اللعب واللهو والزينة والتفاخر في الأموال والأولاد، وفجأة يجد كل هذه المتع الخضراء الباهية أصبح لونها أصفر، ثم يكون حطاما. كل هذا يداس عليه ويصبح بلا قيمة. فهذه هي حقيقة الحياة وتطور مراحلها وتحولها السريع. أما في الجزء الأخير من الآية فيأتي اليوم الآخر بأسرع مما تتوقع، وتجد نفسك بين اختيارين لا غير. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. حينئذ يعلم الإنسان حقيقة الحياة التي كان يعيشها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، لو كانت هذه هي الحياة وحقيقتها، فما المفروض علي عمله؟ يأتيك الجواب مباشرة في الآية التي بعدها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأنت تقرأ سورة الكهف تمر على قصة موسى عليه السلام، فترسو قليلا متدبرا قوله تعالى في تأويل الرجل الصالح لما لم يستطع موسى عليه صبرا. قال عز وجل: فأردت أن أعيبها، ثم قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. وقال بعد ذلك في الغلامين: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فما دلالة اختلاف الفاعل في قوله فأردت، فأردنا، فأراد؟ انظر لدماثة خلق من أوتي علما وحسن أدبه مع الله عز وجل. أولا في أحداث خرق السفينة، وعندما كان عيبا نسب الرجل الصالح إلى نفسه العيب فقال: فأردت أن أعيبها. في الثاني لما كان يتضمن العيب ظاهرا وسلامة الأبوين من الكفر ودوام إيمانهما قال: فأردنا، وكأنه قال: أردت أنا قتل الغلام، وأراد الله سلامتهما من الكفر وإبدالهما خيرا منه. فكانت إرادة قتل الغلام للرجل الصالح، وإرادة الخير لوالديه لله عز وجل. أما الثالث فكان خيرا محضا ليس فيه ما ينكر لا عقلا ولا شرعا، لهذا نسبه إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك، أي أراد ربك حفظ اليتيمين ليكبرا ويبلغا أشدهما ثم يستخرجا كنزهما.